يمكن عنوان الفيديو غريب بالنسبة لك، او اصلا الكلمة غريبة بالنسبة لك لان انت متعودتيش تقوليها. عمرك قلتي وانت من جواكي بتقولي لا؟ وافقتي على حاجة خربت يومك، خربت وقتك، ضيعت مذاكرتك بس عشان ما تقوليش لا؟ انا كنت الشخص ده في يوم من الايام، والفيديو ده عشانك لو شبهي. انا هعلمك النهاردة ازاي تقولي لا. الاول انا هتكلم عن تجربتي الشخصية عشان الكلام يبقى وصلك يعني من القلب، عشان بس تفهمي انا هنيت قد ايه عشان اوصل للمرحله دي. انا كنت بوصل لمرحله في يوم ان انا اظبط يومي كله على مزاج غيري، مذاكرتي تتاجل، وقتي يضيع، نومي يتلخبط، وارجع اقول هو انا ليه تعبانه، هو انا ليه مكتئبه، ومش عارفه احدد انا زعلانه من نفسي عشان ما قلتش لا، ولا زعلانه من الشخص ذات نفسه عشان هو ما قدرش الموضوع ده. بس الحقيقه مش المشكله ما كانتش في الناس، المشكله كانت فيا عشان دي كانت اختياراتي انا. تمام، لحد ما فهمت ان هو الطبيعي جدا ان انا اقول لا، الطبيعي ده حقي. تمام، تعالي بقى اشرح لك سريعا كده ليه احنا بنخاف نقول لا. اساسا في كذا سبب. اول سبب الناس كلها بيبقى في دماغها حاضر في وقت الكلام، يعني ان انا خايفه الشخص اللي قدامي يزعل مني، انا خايفه الشخص ده يزعل مني. تمام، تاني سبب بقى، ده سبب مشكله كبيره جدا، ان احنا متربيين كده، متربيين ان اللي زعل حد يبقى هو الغلطان، اللي يقول لا لحد ما ينفعش. احنا اتعودنا نرضي غيرنا على حساب نفسنا. ده تاني سبب. تالت سبب الخوف ان الشخص دوت يبعد عنك او تخسريه، او تحسي ان انتي دوت الشخص موجود معاكي في حياتك عشان انتي بتلبيه طلباته، مش عشان احنا اصحاب، مش خاطر انت انسان كويس وانا انسان كويسه، مش عشان خاطر احنا مستريحين مع بعض. لا، انتي عقلك بيهيألك في الوقت ده ان انتي هو الشخص معاكي عشان خاطر بس انتي بتلبيه طلباته. لو هو مش معاكي وما لو قلتي له لا، هو هيكون مش معاكي. اوكي، ده تالت سبب. رابع سبب بقى ان انتي تطلعي انانيه. ده سبب غريب جدا. عايزه افهمك نقطه ان انت تطلعي انانيه اول حاجه قدام الشخص وكمان قدام نفسك من جوه. هي مش بتكون الكلمه واضحه قدام دماغك قوي ان انت شايف ان هي شايفاها كلمه انانيه، بس دماغك بتبقى شايفه ان انت فضلتي نفسها. مش عارفه ازاي انت حاسه بالذنب ان انت فضلتي نفسك في حاجه هي حقك. عشان كده لازم تتعلمي ازاي تقولي لا. دي الاسباب. دلوقتي انا هقولك انواع لا بالتدريج. تمام، انواع لا عشان تبداي تعرفي ازاي تقوليها من اقل حاجه للا الصريح. هفهمك ازاي. اول نوع عندنا نوع لا الداخليه. يعني ايه لا الداخليه دي؟ لا الداخليه دي معناها ان انت من جواكي بتكوني رافضه موقف معين، حد طلب منك حاجه، انا رافضه من جوايا، بس مش هقول ومش هقول لا، هسكت. دي اقل حاجه، يعني بصي دي اضعف الايمان زي ما بيقولوا. انت بتقولي لا بس جواكي. تمام، واهم حاجه اصلا الموضوع ان انت من جواكي تكوني قادره ان انت توصلي لنفسك ان انت قلتي لا. تمام، حتى لو ما صرحتيش بيها بره زي الفل. دي اول نقطه في ان انت تبداي تتعلمي ازاي تقولي لا. تمام، دي اول واحده. تاني لا بقى، لا اللي هي لا المتاخره. يعني ايه لا المتاخره؟ ان انت مثلا تقولي خليني افكر، هرد عليكي بعدين كده. ودي ممتازه جدا لو انت متعوده تقولي على طول، هتريحك وهتخليكي يعني فلكسبل في ان انت ازاي تتعلمي تقوليها. هقولك الموضوع يعني ايه. حد بيطلب منك حاجه، متعود مثلا انت بتقولي عليها على طول. خروجه مثلا مش قادره تطلعيها، حد من صحابك بيطلب منك طلب وانت مش قادره تلبيه، مش عايزه تقولي لا او مش عايزه تسكتي، هتقولي ايه؟ خليني افكر، هرد عليك بعدين. دي ممتازه جدا. تمام، تالت نوع بقى لا المؤدبه. يعني ايه؟ انا مش هقدر، ده مش مناسب ليا دلوقتي، بجد انا اسفه، مش عارفه ايه. دي لا الناس اللي هم الذوق، اللي هم اصلا الشخص اللي قدامه بيكون متفهم الموقف، فانت على حسب الشخص كمان. عايزه اقول لك ان انت بتعرفي هتقولي انهي لا، لان في ناس فعلا ناس في حياتنا ذوق جدا، ولو قلت لا مش هقدر بتفهم ده. انما في ناس في حياتنا عايزه تطرد، عايزه تتشاط بالرجل من حياتنا كده. عامه نرجع لموضوعنا. اخر لا بقى لا الصريحه، ومش هقول يعني عليها لا اللي هي قليله الادب، بس لا عادي انا بقول لا، هي فاهمه الكلمه زي ما هي، من غير تبرير، من غير اعذار، من غير لف ودوران. وعلى فكره لو بداتي واحده واحده هتعرفي تجيبيها. وانت مش عارفه تقولي، ادين قلت لك الانواع اهو. يعني شوفي انت مثلا على حسب، انت اكيد يعني انسان ذكي في علاقاته وفاهمه الشخص اللي قدامك دوت انه نوع اللي ممكن يتحمل انهي نوع. في ناس بصراحه يعني انا بحس ان هي في حياتي ما ينفعش معاها غير لا الصريحه دي، لان اي حاجه غير كده هعتبرها موافقه. تخيلي. ف
التدريج ده هيخليكي تعرفي ازاي ايه تقولي لا. تمام؟ ولما توصلي لاخر مرحله بقى انا اقول لك ازاي تقولي لا. تمام؟ حتى لو انت مش هتعدي بالمراحل دي، ازاي هتقولي لا؟ هتقولي لا من غير مبررات، يعني ولا هتبرري لنفسك ولا هتبرري للشخص اللي قدامك. انا قلت لك لا ليه، انا من جوايا مش موافقه، خلصت، من غير اعتذارات. معلش انا اسفه، معلش انا بجد انا اسفه قوي ان انا مش هقدر اعمل حاجه دي، انا اسفه. لا، ما تعتذريش يا حبيبتي، ما تعتذريش نهائي، ما اسمعش منك الاعتذار ده. لا بس no means no، نبره ثابته. يعني ايه لا؟ بجمله قصيره، هي اصلا لا قصيره، ما تجوديش، ما تحاوليش تجودي. وعايزه اقول لك حاجه يا سكره، كل ما انت بتزودي في الكلام حوالين لا، الشخص اللي قدامك بيشوف ان انت اصلا ما كانش من حقك انك تقوليها. فانت لما تقولي لا وكده خلاص، هي بتخليه يقتنع ان انا مش موافقه بس، وخلصت يا حبيبي. انا مش موافقه، ولا ببرر ولا بعتذر ولا بزود اي كلام ولا اي بهارات حوالين كلمه لا. اوكي؟ جينا بقى لاهم نقطه، الاحساس بالذنب، والموضوع اللي كان بيقتلني من جوايا، واكتر حاجه خلتني اتاخر شويه في ان انا اتعلم اقول لا، الاحساس بالذنب بعد ما تقوليها. تخيلي انت بتكوني حاسه بالذنب تجاه نفسك ان انت قلتي لا على حاجه هي من حقك انك تقوليها. بنوصل لمرحله، شايفين يا فاتح بنوصل لمرحله عامله ازاي بجد؟ مش عارفه احنا ليه بنوصل للمراحل دي في حياتنا. بس دلوقتي يا حبيبتي احساسك بالذنب دوت طبيعي وعادي، عايزاكي تفهمي الاحساس بالذنب في الوقت ده عادي. انا كان نفسي حد يقول لي كده قبل المواقف، انا اصلا ما كنتش عارفه احط مسمى او مصطلح للاحساس اللي انا حاساه ساعتها. بعد ما قلت لا للشخص، بعد كده لما بقيت واعيه اكتر بالموضوع، عرفت ان دوت كان احساس بالذنب ان انا قلت لا. تخيلي انا اصلا ساعتها ما كنتش عارفه ان انا حاسه بالذنب، كنت متضايقه وزعلانه وعايزه اروح للشخص اتكلم معاه باي طريقه واحاول اوضح له الموضوع ومش عارفه ايه. ده اسمه احساس بالذنب. انا مش عايزاكي تتحطي في المرحله دي. مهما حصل لك برين ستورم، مهما حسيتي ان انت انسانه وحشه، مهما ده عادي، عشان المخ بيتغير، بيحول نفسه من فيز لفيز. يعني كان متعود دايما يقول حاضر، من عينيا هعمل لك كذا، من عيوني انت جيتي في جمال، حاضر كده. اول ما قال لا، دي حاجه غريبه على مخك، حاسس ان هو انت كده، دي مش انت. هو بقى بالنسبه له اي تغيير بيقاومه. فانت في الوقت ده بجد ما تطينيش الدنيا، انت بتطينيها لما انت تروحي تبرري للشخص او تقعدي تتكلمي معاه وتحسي بالذنب. كل اللي انت عملتيه، الكلمه اللي انت قلتيها دي اصلا يعني خربتي الموضوع خالص. فانت تفضلي ثابته على موقفك، ومهما كان حصل جواكي، مهما حسيتي نفسك انسانه وحشه، مهما حسيتي نفسك ان انت ما كانش ينفع تقولي كده، ده انت بتتعلمي. تمام؟ ومع الوقت بجد مش عايزه اقولك ان الاحساس ده هيتحول ان ده حقك، وان ازاي اصلا هي تطلب منك. تخيلي توصلي للمرحله اللي انت فعلا بقيتي انسانه مستحقه، ان انت شايفه ان هي اصلا مش من حقها ان هي تطلب مني ده. فهمتي يا حبيبي كده؟ يعني اضمن لك ان انت بقيتي زي الفل في نقطه لا دي. مش هقول لك ديفا او كده، بس بصراحه بحس ان معظم البنات كلها مشكلتها في ان هي مش عارفه تقول لا. ديت موضوع الاحساس بالذنب. اخر حاجه بقى يا حبايبي، اخر حاجه عايزه اسيبها معاكم، عايزه اقولك ان انت مش مطالبه تكوني لطيفه على حساب نفسك، ولا متاحه طول الوقت، ولا حاجه لكل الناس. تمام؟ بجد دي كان نفسي حد يقولها لي قبل كده، عشان انا كنت فاكره ان ده طيبه زايده، بس ده مش طيبه، ده الناس بيستغلوكي. تمام؟ قولي لا عشان لما تقولي تكون من قلبك. اوكي؟ وقبل ما اقفل الفيديو عايزه اطلب منكم حاجه. كل بنت في الكومنتات تكتب لي موقف هي كانت محتاجه تقول فيه لا وما قدرتش، لان صدقوني في بنات كتير، في بنات ما قالتش لا على شغل، في بنات ما قالتش لا على ضغط، وفي بنات ما قالتش لا على جواز. جواز، تخيلوا. وده يخلينا نسال نفسنا الخوف من كلمه لا وصل معانا لحد فين. عايزه اشوف وافهم واعرف واقرر معاكم برضو، هل هنكمل سلسله لا دي ولا نفتح مشكله تانية؟ المشاكل الكتير اللي عدت عليا واتكلم فيها بصراحه يمكن يعني تساعد حد فيكم. واستنوني في اللي جاي. يلا تكري يا بنوتاتي، باي.